بسم الله. انا اتخذت القرار وجيت عشان اهنيكم برمضان. رمضان اللي بتحتفل بيه كل الاديان، ورمضان يعني استقامة، يعني تدين، يعني التزام. اذكر في سنة 73 ان رمضان جالنا واحنا على الجبهة على شط القنال، يوم استطاعت قواتنا المسلحة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف الحصين، وفضلنا هناك على الجبهة حتى أصبح لهذا الوطن درع وسيف. كما أذكر إن احنا كنا بنصلي العشاء في جامع عمرو بن العاص سنة 76 في رمضان، وكان الإمام بيصلي بينا التراويح في 6 ساعات. لا ما تتخضوش من حاجة، دول ولادي، الصوت ده صوت ولادي وهم بيتمرنوا على الطيارات الجديدة اللي لسه جايبها لهم من روسيا. كلنا قرينا في الجرايد الحادثة اللي حصلت في الحديقة وانكتبت في الجرايد. مية من رشاش بيشغلوا فني مواطن جت على مواطن آخر زائر، والظاهر انها يعني مية مش ولا بد، فيها طحالب من البحيرة وحاجات من دي زي ما انتوا عارفين. قامت خناقة، تقوم تطلع اشاعات تصور للعالم ان الحديقة فيها فتنة طائفية. في ناس يحبوا يلعبوا بدماغ الشباب الصغيرين، كانوا في الحديقة ولا في الضرب الأحمر ولا حتى من الزوار. أنا بحذرهم جميعا. الحادثة دي كمان فكرتني بالأيام اللي قضيتها في زنزانة 54. قد إيه أنا تعلمت من الأيام دي وتعلمت من الزنزانة دي. يلا مش هطول عليكم، المهم أنا جيت عشان أهنيكم برمضان. هنوا بعضكم برمضان يا أولاد، يا كل أم ثكلى، يا كل أب جريح، يا كل طفل يتيم. املأوا العالم بتهاني رمضان، املأوا العالم بتراتيل القرآن. أنا لولا الوقت كنت رحت هنيت كل واحد فيكم برمضان في بيته، وستدهش إسرائيل حينما تسمعني أقول أنني على استعداد أن أهنئهم برمضان في بيتهم الكنيسة ذاته. الكنيسة ذاته زي ما قلت لكم. وأخيرا أحب أقول كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.